يا ترى تربية الولاد غير تربية البنات؟ هل فعلا في فرق طبيعي بينهم ولا احنا اللي بنصنع الفروق دي فعلا في التربية؟ النهاردة هنتكلم عن الاختلافات في تربية الولد والبنت، الفروق الحقيقية والبيولوجية والمكتسبة، والأهم من ده كله ازاي نربيهم بشكل صحيح من غير ما نظلم أو نميز. ومن الآخر يا مامي محتاجك تركزي معايا كويس جدا في الفيديو ده عشان تعرفي تربي ابنك كويس. السلام عليكم، أنا دكتور حسام طبيب أطفال، وهنا بقدم لك معلومة تهمك وتهم طفلك. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، تابعوا الفيديو ده للآخر. خليني أقول لك إن من أهم ما يميز الولد عن البنت هو الاحتياجات العاطفية، ودي للأسف ساعات بنغلط فيها من غير ما ناخد بالنا. أولاً الولد يا جماعة ده بالذات محتاج إن احنا دايماً نعزز ثقته بنفسه، مش بس من خلال إن احنا نقول له أنت شاطر، ولكن من خلال إن احنا نشجعه على المحاولة حتى لو فشل. الغلط الكبير بقى ان احنا نكبت مشاعره او اننا نقول له انت راجل ما تعيطش، والنتيجه طبعا الولد بيبدا يخبي مشاعره ويكبتها جوه نفسه، وده للاسف الشديد قدام هيسبب له مشاكل نفسيه. الصح بقى ان احنا نعلمه ان التعبير عن المشاعر قوه مش ضعف. ثانيا البنت دي بقى بالذات محتاجين ان احنا نغرس جواها الثقه بالنفس ونشجعها تكون مستقله. الغلط الكبير بقى اللي بيحصل من كتير من الاباء والامهات الافراط في الحمايه، ان احنا نقول للبنت كده ما تتحركيش من مكانك، اوعي تعملي كده، لو عملتي كده هيحصل لك كذا، ان احنا نقعد نخوفها باستمرار، والنتيجه البنت تخاف وتفقد الثقه في نفسها وتبقى معتمده على غيرها تقريبا في كل قراراتها. تاني حاجه الفروق النفسيه والفسيولوجيه. كتير من الاهالي بيعتقدوا ان الاختلافات بين الولاد والبنات اختلافات جذريه، لكن الحقيقه ان الفروق بينهم بسيطه وطبيعيه جدا، غالبا بتكون بسبب التربيه وبسبب البيئه اللي نشأوا فيها. اولا الفروق الطبيعيه او البيولوجيه. في بعض الدراسات لقوا ان الولاد بيظهر عليهم نشاط بدني اكتر من البنات، يعني بيبقى ميلهم اكتر للجري والتسلق والنشاط باستمرار على مدار اليوم، وده على عكس البنات اللي لقوا ان عندهم تطور لغوي اسرع، يعني ممكن البنت تقول كلام اكتر من الولد في سن بدري. ولكن دي مش قاعده ثابته، يعني في بعض الولاد الثروه اللغويه عندهم بتبقى اكتر وبيتكلموا بدري عن البنات، وفي بعض البنات برضو النشاط البدني عندهم بيكون اكتر. ثانيا المكتسب من التربية. على فكرة المجتمع والأسرة بيلعبوا دور مهم جدا، يعني لو لقينا الأسرة بتشجع الطفل على اللعب والجري واللعب الخشن من بدري فده بيأثر جدا على الطفل. أما بقى لو شجعنا البنت على الكلام وعلى اللعب بالعرايس وعلى اللعب الاجتماعي مع أطفال غيرها، طبيعي هنلاقي عندها تطور أكتر في اللغة. يعني من الآخر كده اللي بنعتبره فرق طبيعي ده هو في الأغلب جاي نتيجة الحاجات اللي احنا بنديها للطفل. ثالثا خطورة التعميم. غلط جدا يا جماعة ان احنا نقول كل الولاد شقية، لا في اولاد هادية، وغلط جدا ان احنا نقول كل البنات هادية، لا برضو في بنات شقية. التعميم بيظلم الطفل وبيخلي الاهل يتعاملوا مع الطفل بشكل غير مناسب. فمن الاخر يا مامي في فروق طبيعية بين الولد والبنت، ولكن اكتر الاختلافات بتبقى جاية من التربية والتوقعات الاجتماعية، وعشان كده لازم نعامل كل طفل على انه حالة فردية مش نسخة من كل الاولاد والبنات اللي حواليه. ثالث حاجة بناء الهوية او الشخصية. الطفل من سن صغير بيبدأ يعرف إحساسه بهويته، يعني دوره كولد أو دوره كبنت. أولاً القدوة المباشرة. الأب يا جماعة هو القدوة الرئيسية للولد، بيعلمه الرجولة مش القسوة. أما بقى الأم فهي قدوة للبنت، بتعلمها الأنوثة والحنان وإزاي تبقى مسؤولة عن نفسها. ثانياً تبادل الأدوار بين الأب والأم. يا جماعة مش معنى إن الأب ليه دور معين والأم ليها دور معين إن إحنا نثبت الأدوار دي، لازم يكون في تبادل في الأدوار. يعني مثلاً زي ما الأب بيعلم الولد ازاي يبقى قوي، لازم برضو يعلم البنت ازاي تبقى واثقه في نفسها. وزي ما الام بتعلم البنت ازاي تعبر عن مشاعرها وتعلمها الحنان، لازم برضو تعلم الولد نفس الكلام ده، تعلمه الحنان وازاي يعبر عن مشاعره. ثالثا الاسئله الفضوليه. طبيعي جدا الولد هيجي يسالك في يوم من الايام ليه انا جسمي كده يا ماما، وليه اختي لابسه اللبس ده وانا مش لابس زيها. غلط جدا ان احنا نكسفه ونقول له ما تسالش الاسئله دي تاني. الصح ان احنا نجاوب على الاسئله دي اجابات مناسبه لسنه بحيث انه يفهمها. فالاجابه الواضحه بتدي للطفل امان نفسي وبتمنع فضوله انه يروح ويدور بره في مصادر تانية. رابع حاجه التربيه السلوكيه والاجتماعيه. فمن اهم ادوار التربيه ان احنا نعلم اطفالنا السلوكيات الصح اللي تخليهم كده من الاخر يعرفوا
يعرفوا يعيشوا مع نفسهم ويعرفوا يتعاملوا مع الناس حواليهم. رقم 1 الحدود والاحترام المتبادل. فالطفل يا جماعة لازم يتعلم من بدري ان ليه حقوق ولكن برضه عليه واجبات. يعني من حقك تلعب ولكن ممنوع تاخد لعبة صاحبك من غير إذنه. من حقك تقول رأيك ولكن ما ينفعش أبدا إنك تعلي صوتك على غيرك أو تهينه. يعني يا جماعة الحدود دي من الآخر بتعلم الطفل إزاي يعيش في مجتمع صحي من غير ما يتجاوز على حد أو يتجاوز عليه من حد. تاني حاجة الجراءة والشجاعة مش معناها أبدا تطاول على الغير. فرق كبير بين إن الطفل يبقى شجاع وإنه يبقى متطاول على غيره. فالجراءة والشجاعة إن الطفل يسأل سؤال قدام الناس، يقول رأيه ويقول لا على حاجة هو مش عايزها. ولكن التطاول ان الطفل يقاطع الكبار او يرد بطريقة مش مؤدبة. ودورنا احنا كأهل ان احنا نعلم الطفل يبقى شجاع ولكن باحترام. ثالثا القيم الأساسية. لازم يا جماعة نغرس القيم في الولد والبنت من غير اختلاف. يعني نعلمهم التعاون وازاي يساعدوا بعض في البيت والمدرسة، وكمان نعلمهم المسؤولية. لازم كل طفل يعرف ان كل تصرف ليه نتيجة لازم يتحمل مسؤوليتها. ولازم كمان يتعلم يحب الآخرين. ما ينفعش أبدا بأي شكل من الأشكال يتريق على شكل طفل أو كلام طفل أو أي حاجة في طفل تاني. خامس حاجة التربية الجسدية والصحية. التربية مش بس تربية نفسية وسلوكية، في جزء كبير جسدي وصحي لازم الولد والبنت ياخدوا حقهم فيه. أولا الرياضة والحركة. جسم الطفل يا جماعة محتاج نشاط يومي. الرياضة دي مهمة جدا لجسم الولد والبنت. فالرياضة بتقوي المناعة وبتحسن المزاج وكمان بتقوي العضلات والعظام. يعني من الآخر الرياضة دي مش رفاهية، الرياضة دي حاجة إجبارية لازم كل طفل يمارسها بشكل يومي. بس المهم ننوع، يعني شوية أنشطة حركية زي السباحة زي الجري، وشوية أنشطة كمان جماعية زي كرة اليد وكرة السلة وكرة القدم. ثانيا خصوصية الجسد. لازم يا جماعة نعلم الطفل من بدري إن جسمه ده ملكه وليه خصوصية ما ينفعش حد يتعداها. يعني من الآخر ما ينفعش حد يلمس جسمي من غير إذني، ولو في لمسة مش مريحة ما ينفعش الطفل يسكت، لازم يجري ويقول لبابا أو ماما على اللي حصل. فده مش تعقيد، ده من الآخر بيحمي الطفل من أي استغلال أو أذى. ثالثا الغذاء والنوم. الحاجات دي يا جماعة مش بس بتأثر على نمو الطفل الجسدي ولكن كمان بتأثر على السلوك والتركيز. فمن الآخر طفل بينام عدد ساعات كافي وبياكل أكل كويس هنلاقيه تركيزه أعلى، هنلاقيه تحصيله الدراسي أعلى، هنلاقيه بشكل عام متفوق في مجالات مختلفة. وعلى النقيض قلة النوم والأكل اللي مش صحي بيخلي الطفل عصبي ومشتت. سادس حاجة التربية الأكاديمية والعقلية. فالتربية العقلية من أكتر الحاجات اللي بتأثر على مستقبل وتفكير الطفل، وللأسف الشديد محدش من الأمهات تقريبا بيهتم بيها. أولا تشجيع الفضول والتعلم. كل طفل من حقه يا جماعة إن هو يسأل، ومن حقه إنه يلاقي إجابات من الأب والأم. ما ينفعش أبدا نقول للطفل ما تسألش أو نقول له على حاجة لا كده وخلاص. صح بقى إن إحنا ندور على إجابات مع الطفل ده عن الأسئلة دي، في صورة إن إحنا ندور في قصص، ندور في كتب، ندور مع بعض ونسرش مع بعض على الإجابة دي. فالفضول هو أول خطوة للتفوق الأكاديمي والإبداع. ثانيا دعم مهارات ستيم. لازم يا جماعة ندي الولاد والبنات نفس الفرص في تعلم العلوم التكنولوجية والرياضيات والهندسة كمان، لأن من الآخر كده التفوق في ستيم مش مرتبط أبدا بالنوع. يعني مثلا ممكن نلاقي ولد مبدع في الفنون والبنت برضو ممكن تبقى مهندسة أو عالمة بارعة. فالمهم إن احنا نفتح كل الأبواب قدام الاتنين. ولو لسه حد ما يعرفش يعني إيه ستيم هسيب لكم في وصف الفيديو مواقع ومصادر تقدروا ترجعوا لها عشان تعرفوا الموضوع بالظبط. ثالثا التفكير النقدي وحل المشكلات. على فكرة يا جماعة في القرن ال21 أهم مهارة مش الحفظ. لازم نعلم الطفل ازاي يقيم المشكلة ويحط لها حل وكمان ياخد قرار. فدي مهارة حياتية هتنفعه جدا في الشغل وفي الدراسة وكمان في العلاقات. سابع حاجة التوازن بين الحرية والانضباط. واحدة من أهم التحديات اللي هتواجه كل أب وأم في التربية ازاي يوازنوا بين الحرية والانضباط. أولا القواعد العادلة. لازم يا جماعة يكون في قواعد محطوطة في البيت ولازم نطبقها على الولد والبنت بالتساوي. يعني ما ينفعش مثلا نخلي الولد يلعب وفي نفس الوقت نمنع البنت من اللعب عشان هي بنت. فالطفل محتاج يحس ان العدل اساس القواعد مش النوع او التفضيل. ثانيا الحرية التدريجية. الحرية يا جماعة بتزيد تدريجيا مع السن. فمثلا الطفل لغاية 5 سنين بيبقى عنده حرية ان هو يختار لعبته او يختار لبسه. اما بقى في سن ال10 سنين فالحرية بتزيد. الطفل بيبدأ يحدد هويته او يختار كمان هواية معينة عايز يمارسها.
اما بقى في سن المراهقة فالحرية بتكون اكبر وبيكون القدرة على اتخاذ القرارات اكبر، ولكن كل ده متغطي بشوية توجيه وبشوية متابعة. وده لان الهدف النهائي مش اننا نربي بس طفل بيسمع الكلام وخلاص، لا احنا عايزين طفل عارف ذاته وعارف ياخد قراراته بنفسه. تامن حاجة، مواجهة التحديات العصرية. واحدة من أكبر التحديات اللي بتواجه كل أب وأم اليومين دول في تربية أطفالهم هي السوشيال ميديا. أولا التأثير على دماغ الطفل. الدراسات بتقول يا جماعة إن تعرض الطفل للشاشات لفترات طويلة ده بيأثر على قدرته على التعلم، وده لأنه بيأثر على مراكز التركيز والانتباه عنده، وده لأن الطفل بقى متعود على الإشباع العقلي السريع. هو قاعد طول اليوم عمال يفر في الريلز، فدماغه بقت ما بتستحملش ابدا المجهود العقلي الطويل. يعني من الاخر مش بيعرف يقعد فتره طويله على الكتاب او الدراسه. ومش كده وبس، ده كمان الموضوع ده بيأثر على النوم. الضوء الازرق اللي طالع من الشاشات طول اليوم قدام الطفل بيأثر على افراز هرمون الميلاتونين، يعني الطفل مش بينام كويس. ثانيا التأثير على السلوك. الطفل طول اليوم قاعد على السوشيال ميديا عمال يشوف فلان قاعد في بيت شكله ايه، وفلان جسمه عامل ازاي، وكلها حاجات فوق التوقعات بكتير، فبالتالي بيبدأ يفقد الثقة في نفسه. وكمان السلوك العدواني. القعدة قدام الألعاب طول اليوم للأسف بتأثر على سلوك الطفل وبتخليه عدواني. وبالإضافة لكل ده العزلة. الطفل حرفيا بيتسحل قدام الشاشات بالساعات، بينعزل عن أهله، واجتماعيا بيبقى أسوأ بكتير، مش بيعرف يتفاعل مع الناس حواليه. ثالثا السن المناسب للاستخدام. من الآخر كده يا جماعة، أول سنتين ممنوع تماما فيهم الشاشات إلا بس مكالمات الفيديو. أما من 2 ل5 سنين فمسموح الطفل يقعد قدام الشاشات بحد أقصى ساعة في اليوم ويبقى قدام محتوى مفيد. أما بعد كده ممكن الطفل يقعد 2 ساعة كاملين مفيش أي مشكلة. أما بقى في سن المراهقة فالطفل بيقعد زينا عدد ساعات طبيعية ولكن مع المراقبة. ومن الآخر يا مامي كده احنا وصلنا لنهاية الفيديو. هفكرك إن الفروق بين الأطفال هي فروق طبيعية، ولكن الاختلافات غالبا بتكون بسبب إن احنا ربينا بشكل معين أو الطفل اتعرض لحاجات معينة في البيئة. فأتمنى تكونوا استفدتوا. ما تنسوش تشاركوا الفيديو ده مع كل أب وأم، ولو حد فيكم عنده أي استفسار سيبوهولي تحت في التعليقات.